هل هي دي التشكيلة المثالية ولا دي تشكيلة مرضية؟ هل هم دول أفضل 11 لاعب يقدروا يمثلوا منتخب مصر؟ موزمبيق سجلت لأول مرة في تاريخ مواجهتها مع منتخب مصر يسجلوا مش هدف، لا سجلوا هدفين. زيزو دوره ايه في وسط الملعب؟ لأن أي نتيجة سلبية ممكن تحطنا على مصر للطيران يوم الجمعة ونرجع ويبقى نهاية دراماتيكية، ثلاثي لا طعم ولا لون ولا ريحة. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات. أهلا بيكم أصدقائي في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من القطايف واللطايف وآي ميديا. وزي ما حضراتكم شفتوا، لا شفنا قطايف ولا شفنا لطايف ولا حلويات، وكان يا مكان كان عندنا في الكان فريق قوي وأسماء لامعة و7 ألقاب متسيدين بيهم القارة في بطولة الكان، بطولة الأمم الإفريقية. لكن موزمبيق لا تعليق. بدأنا بداية كان الكل متوقعها بداية سهلة، بداية مضمونة، ودايما تبقى وش الخير علينا. واللي مش فاكر نفكره ب86 و98 و2010 لما كانت موزمبيق دايما موجودة معانا في مرحلة المجموعات، كانت بتبقى فال حسن لينا، ودايما كنا بناخد البطولة سواء في 86 أو في 98 أو في 2010. لكن في الكوت ديفوار 2023 والنسخة 34 ومباراة كان الكل مترقبها، الكل منتظرها إنها تبقى البداية المثالية لمنتخبنا الوطني في بطولة عندنا طموح كبير جدا جدا إن احنا نحصد اللقب رقم 8 في تاريخنا. ليه؟ لأن احنا في آخر بطولة وصلنا للمباراة النهائية مع كارلوس كروش، وكنا قاب قوسين أو أدنى، لكن ركلات الترجيح كان ليها رأي آخر وانحازت لأسود التيرانجا. عموما هنرجع تاني وبلاش كان يا مكان وخلينا في الكان. الكان رقم 34 ومباراة الافتتاح مباراة موزمبيق، مباراة بتجمع ما بين منتخبنا الوطني صاحب التصنيف الأول في القارة الإفريقية ومنتخب موزمبيق المستوى الرابع. صحيح التصنيفات أحيانا بتبقى أشكال ومجموع أرقام ومجموع إحصائيات على مدار سنوات طويلة بتخلي ده تصنيف أول وده تصنيف تاني وده تصنيف تالت، لكن داخل البساط بيبقى فيه كلام تالت مش تاني، كلام تالت. وده اللي شفناه في المباراة. بدأنا المباراة بتشكيلة من فيتوريا. كنا دايما بنقول خلي بالكم يا جماعة ان طريقة 4-3-3 دايما مهم جدا جدا. الثلاث لاعبين اللي موجودين في نص الملعب هم دايما سر الطريقة، طريقة 4-3-3. بدأنا التشكيل بالشناوي في حراسة المرمى، هاني وحمدي على الأطراف، حجازي وعبد المنعم في القلب، ثم ثلاثي وسط الملعب اللي احنا كنا خايفين منه. بدأنا بالنني وحمدي فتحي وزيزو، والمثلث الأمامي مثلث معروف لا جدال ولا خلاف فيه، تريزيجيه محمد صلاح ومصطفى محمد. بدأنا بداية مثالية، الكل رفع يعني ايديه للسماء وقال يا رب، وبالفعل استجاب لنا ربنا وأكرمنا آخر كرم. في الدقيقة الثانية مصطفى محمد تجلى، الشاكوش المصري القوي المحترف في نانت الفرنسي مصطفى نجح في كورة أولى داخل المنطقة، سجل لنا تاني أسرع هدف مصري في الكان في لقاءات البطولة الإفريقية بعد هدف أيمن منصور. وفي الدقيقة الثانية نجح مصطفى محمد إن هو يتقدم لمنتخبنا 1-0. دايما الأهداف المبكرة سلاح ذو حدين، يا إما يبقى مهرجان أهداف ونفرح ونزقطط ويبقى حلويات وقطايف وحاجات حلوة كتير، يا إما يوصلنا لمرحلة الاسترخاء. للأسف الجزء الثاني هو اللي حصل. بعد ما تقدمنا بهدف وشفنا كورة لتريزيجيه وشفنا كورة تانية بتمريرة حلوة من محمد صلاح لمصطفى، نجح حارس موزمبيق في التصدي ليها،
ابتدى الأداء المصري يتراجع بشكل كبير، وبدأ موزمبيق يكتشف ان الهيبة لمنتخب مصر، خصوصا ان تاريخ لقاءاتنا مع منتخب موزمبيق كلها انتصارات مصرية، وموزمبيق لم يستطع تسجيل ولا هدف في تاريخ موزمبيق في مرمى او في شباك المنتخب المصري. لكن على ارض الملعب بدأ لاعبي موزمبيق وبدأ مديرهم الفني يكتشف ان الاسماء مش بالاداء اللي كان متوقع والاداء اللي كان منتظر. ناس قالت الرطوبة وناس قالت درجة الحرارة وناس قالت أرضية الملعب، لكن الكلام اللي احنا شفناه كان بعيد تماما عن كل هذه المفردات. لكن بالعكس، ده المنتخب الموزمبيقي ومديرهم الفني لما لقى ان فيتوريا ما حطش محمد صلاح كوينج رايت في المكان المعتاد المشهور عن محمد صلاح، وبيخش كتاني في الخط الأمامي بجوار مصطفى محمد، غير الطريقة وغير الشكل ولعب ب3 مدافعين عشان يبقى 3-2، وبينما زيزو اللي ما كانش موجود ولا ليه دور. أسئلة كتيرة وعلامات استفهام كتيرة كانت هي السر في تراجع أداء منتخبنا خلال أحداث الشوط الأول، اللي لم نستثمر فيه أي فرصة على الإطلاق، ولم نستثمر الخضة الكبيرة والرهبة الكبيرة من اسم منتخب مصر أو التسجيل في الدقيقة الثانية وتقدمنا بهدف، أو نستغل حتى الفوارق الفردية اللي موجودة في أسماء عالمية بيمتلكها منتخب مصر، بينما منتخب موزمبيق أسماء متواضعة للغاية فرديا وجماعيا. لكن الكورة ما بتعترفش بالكلام دوت، الكورة بتعترف بالجهد وبالتركيز، وان انت تبقى مركز طوال ال90 دقيقة وعندك اللي تقدر تقدمه وتقدر تفيد بيه كفرد وكمجموعة. اللي حصل في الشوط الثاني لا حد كان متوقعه ولا كان حد ايضا متخيله. تخيلوا حضراتكم في الدقيقة 56 والدقيقة 58 منتخب موزمبيق اللي ما سجلش في مرمى منتخب مصر خلال اللقاءات الطويلة العريضة عبر التاريخ، ما سجلش في مرمى منتخب مصر ولا جون، في دقيقتين أو في 3 دقايق يسجل جونين ويعمل ريمونتادا قوية على منتخب مصر بعد ما كان متسيد تقريبا من بداية الشوط الثاني. هو كان متسيد وكان بدأ يكتسب الثقة في نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني وصل إلى مرحلة النضج ونجح من كرة عرضية وضربة رأسية إن هو يدرك التعادل. بعديها بدقيقتين انفراد صريح بعد اختراق من العمق وتسجيل للهدف الثاني، وأصبحت المفاجأة على وجوه ملايين المصريين اللي بتتفرج على المباراة، اللي بعد ما كانت متقدمة من الدقيقة الثانية والكل منتظر ان منتخبنا يسجل تاني الاهداف وتالت الاهداف والحفلة المصرية تبقى حفلة ممتدة في اول مباراة و3 نقاط مضمونين. الموضوع اتغير تماما، الموضوع اتغير. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو معقولة احنا متأخرين قدام موزمبيق 1-2؟ دي المشكلة كمان اللي أكبر من كده، إن بعد ما سجل موزمبيق هدفين مش عارفين نسجل هدف التعادل. وفيتوريا اللي اتصدم من اللقاء وما استوعبش درس لقاء منتخب مصر وسيراليون، إن مهما كنت متقدم ومهما كان في جاب كبير بينك وبين المنافس، لكن التراخي وعدم التنظيم الجيد وعدم الأداء الجيد ممكن يخلي الفريق المنافس الأضعف منك نظريا وعمليا وكل المفردات تقول ان انت اقوى بمراحل من المنافس، انه يقدر يعود في اللقاء. في ماتش سيراليون الشناوي كان في الموعد وانقذ منتخب مصر، ونجحنا الحمد لله ان احنا نجمع 6 نقاط في تصفيات كاس العالم، وقلنا بركة يا جامع والحمد لله، وكسبنا 2 والحكم كمان طرد من منتخب السيراليون 2 لو حضراتكم تتذكروا. لكن في ماتش موزمبيق الصدمة كانت على وجه فيتوريا، أثرت عليه بشكل كبير، وبدأ تبديلات وتعديلات، حتى تبديلات وتعديلات نمطية ما كانتش
مطلوب منه ان هو يعملها في التوقيت دوت. يعني اول تبديلاته سحب تريزيجيه، رغم ان طبعا تريزيجيه ورقة مهمة جدا جدا، وسحب محمد هاني ودفع بعمر كمال ودفع بمرموش، وساب النني. ساب النني اللي كل الناس اتكلمت وقالت ان محمد النني، وقلنا الكلام دوت في الفيديو السابق، والفيديو موجود عند حضراتكم تقدروا تتابعوه. النني لعيب كبير، لكن الكورة مش بالأسماء، الكورة بالأداء. اللاعب اللي بيلعب في مركز رقم 6 ده لازم يبقى في قمة لياقته البدنية والفنية. طيب ازاي محمد النني يلعب بصورة أساسية وهو لا يشارك مع فريقه فريق الأرسنال؟ احنا بنشوف حضراتكم، وانا قلت الكلام دوت لكن هعيده تاني النهاردة لعل يعني التذكرة تنفع. اللاعب صاحب المركز رقم 6 لازم يبقى عنده جهد وافر، لأنه عنده دور مهم جدا جدا. دور مهم في ملء ثغرات الملعب وفي غلق مساحات الملعب، 1. 2، عنده دور مهم في البناء والتحضير، عنده دور مهم في الاستخلاص، عنده دور مهم انه دايما يبقى تحت الكورة. فلازم تبقى في الصورة، لازم تبقى في قمة لياقتك البدنية والفنية. وقلت لحضراتكم عندنا نموذج واضح جدا جدا لمثالية المركز رقم 6، رودري لاعب المان سيتي، وديكلين رايس لاعب الأرسنال اللي بيلعب طبعا وحضراتكم بتشوفوه بشكل أساسي مع الأرسنال. الدفع بالنني منذ بداية اللقاء علامة استفهام كبيرة جدا جدا، مش بس هو، وخصوصا الثلاثي اللي بدأ بيه، ثلاثي وسط الملعب اللي بدأ بيه روي فيتوريا، الثلاثي المكون من النني وحمدي فتحي وأحمد السيد زيزو، ثلاثي لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا حتى انسجام. رغم ان احنا بنقول ان الفريق القوي مش العناصر القوية، لا، العناصر اللي تتكامل وتقدر تنسجم وتقدر تقدم لك مردود جماعي جيد. النني لا هو الأنسب على الإطلاق ولا عنده الجاهزية البدنية والفنية علشان يلعب لوحده ويبقى هو رقم 6. وحمدي فتحي وأحمد السيد زيزو ما شفناش لا دور هجومي ولا دور دفاعي. يمكن شفنا ثغرات كبيرة جدا جدا على الأطراف من محمد حمدي ومن محمد هاني، وشفنا عرضيات رغم تواضع المستوى الفني لمهاجمي الموزمبيق، لكن محمد حمدي كان هيسجل في مرمانا هدف لولا براعة الشناوي في أحداث الشوط الأول. ارتباك غير مبرر، ارتباك غير مبرر من محمد حمدي من كرة عرضية، بدل ما يحطها ركنية ولا تماس حطها في اتجاه المرمى. ودي كانت مؤشرات ان غياب الثلاثي اللي موجود في نص الملعب عمل توتر كبير رباعي خط الظهر، وثنائية حجازي وعبد المنعم ثنائية لا تجوز. في ناس قالت لك دي ثنائية لا تجوز شرعا، شفناها فيها أخطاء وفيها ثغرات، ويمكن كانت واضحة تماما في الهدف الأول والتاني. اللي بدأ في الهدف الأول حمدي ما ضغطش وساب الراجل يرفع براحته، والراجل واقف ما بين الاتنين سنتر باكس عبد المنعم وحجازي، واتلعبت سهلة عرضية حلوة متقشرة ما بين الاتنين. الراجل بارتقاء وبضربة رأسية متقنة نجح ان هو يحطها على شمال الشناوي رغم التراي الجيد اللي عمله الشناوي، لكن الكرة كانت أسرع من حركة محمد الشناوي وسجلوا الهدف الأول. أما الهدف الثاني نص الملعب ما كانش موجود، ودايما في كل لقطة هجومية لموزمبيق نشوف النني بيحاول يلحق باللاعبين اللي بيجروا ناحية منطقة ال18، وحمدي فتحي وزيزو مش موجودين في الصورة، دليل على ان المهام للاعبي وسط الملعب ما كانتش موجودة تماما. شفنا اختراق وحجازي حاول يعمل تاكلينج، لكن طول عمرنا بنتكلم وبنقول ان اللعيبة الافارقة
اللي بيقدروا يجروا وعندهم سرعات بيبقى ليهم أفضلية دايما على المدافعين المصريين. سجلوا جونين. موزمبيق سجلت لأول مرة في تاريخ مواجهتها مع منتخب مصر يسجلوا مش هدف، لا سجلوا هدفين. طيب هل المشكلة في الهدفين؟ المشكلة ان احنا اتأخرنا 1-2. والمشكلة التانية ان احنا علشان نصل الى ابعد نقطة في اي بطولة لازم ترتكز على الدفاع القوي. في 2021 في بطولة الكان اللي وصلنا فيها للمباراة النهائية، طوال منافسات البطولة ما دخلش فينا إلا جونين. تخيلوا حضراتكم كنا بدأنا البطولة بهزيمة من نيجيريا 0-1، وده كان أول جون يمنى بيه مرمى منتخب مصر. ثم بعد كده في المراحل الإقصائية لما واجهنا أسود الأطلس منتخب المغرب القوي العنيف الشرس، برضو نجحوا أنهم يسجلوا هدف في مرمانا، لكن ساعتها تألقنا وسجلنا هدفين، كان الأول عن طريق محمد صلاح والتاني بكرة أسيست من محمد صلاح سجلها تريزيجيه. وفي طول البطولة في 2021 ما دخلش فينا إلا هدفين. في أول مباراة وأمام موزمبيق استقبلنا هدفين. موزمبيق لا تعليق، لا تعليق. وأيضا طرح علامات استفهام كبيرة. زيزو دوره ايه في وسط الملعب؟ هل هي دي التشكيلة المثالية ولا دي تشكيلة مرضية؟ سؤال كل الجمهور المصري سأله لبعضه، وسأله على السوشيال ميديا، واتسأل في البرامج، واتسأل في كل حتة. هل هم دول أفضل 11 لاعب يقدروا يمثلوا منتخب مصر اللي بنقول بيمتلك من الأسلحة ومن الأدوات عدد كبير من اللاعبين متنوعين في الخصائص ومتنوعين في المهارات، والمفروض المردود الفني يبقى أفضل من كده بمراحل؟ بداية غير متوقعة، بداية أصابت المصريين بقلق وبحيرة وبترقب كبير. وشفنا تصريحات فيتوريا بعد المباراة قالت إن هيبقى فيه تعديلات كبيرة جدا جدا، لأن زي ما حضراتكم شفتوا الراس الأخضر كاب فيردي كسب غانا واتشقلبت الشغلانة، وأصبح لقائنا المقبل إن شاء الله يوم الخميس أمام البلاك ستارز نجوم غانا الأقوياء اللي احنا كنا بالحسابات وبالورقة والقلم بنقول احنا وغانا والمشكلة مين هيبقى الأول ومين هيبقى التاني. الشغلانة اختلفت والأرقام اختلفت والحسابات بقت معقدة للغاية في هذه المجموعة، وأصبح لقاء يوم الخميس أمام البلاك ستارز مفترق طرق واختبار، وعليك ان انت تختار، لأن أي نتيجة سلبية ممكن تحطنا على مصر للطيران يوم الجمعة ونرجع ويبقى نهاية دراماتيكية لمنتخب كبير هو صاحب 7 ألقاب في الكان، وهو الوصيف في البطولة 2021، وتعمل مشاكل كبير وأزمة كبيرة للكرة المصرية. عموما أصدقائي دي كانت البداية، لكن بنتمنى إنها ما تبقاش بداية النهاية، تبقى بداية ارتكبنا فيها أخطاء نصحح المسار ونمشي عشان نكمل المشوار اللي منتظره كل المصريين. منتخب مصر وراه أكتر من 100 مليون مشجع، ووراه تاريخ كبير، تاريخ عريض، وعندنا الإمكانيات وعندنا القدرات. إن شاء الله نكون استوعبنا درس موزمبيق، وإن شاء الله نكون في الميعاد ونقدر في البطولة المجمعة إن احنا نظهر الوجه الحقيقي لمنتخب مصر، وإحنا قادرين ونقدر إن احنا نحقق انتصارات ونقدر نصل إلى أبعد نقطة في الكان. لكن محتاجين بعض الفكر، ومحتاجين إن احنا كلنا نبقى في شخصية واحدة، هي شخصية منتخب مصر. المنتخب اللي احنا شفناه بلا روح، بلا هوية، بلا شخصية، بنتمنى ان هو يظهر الوجه الحقيقي لكرة القدم المصرية.
في الأخير بشكركم أصدقائي، وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في حلقة جديدة من القطايف واللطايف بعد مباراة مصر وغانا، وإن شاء الله نبارك لحضراتكم وتصبحوا على ألف خير. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات.